ال AI جاي ياخد مكانك. الجملة دي رعبت الكل، بس اللي محدش هيقولهولك واللي انت ما تعرفوش ان في شركتين عالميتين دخلوا الرهان ده فعلا. واحدة قررت تستبدل البشر فخسرت فلوس كتير، والتانية قررت تستثمر فيهم فكسبت من هنا المليارات. تعال نبدأ القصة بشركة كلارنا اللي قررت وقتها ان هي توفر فلوس واستبدلت هنا 700 موظف بالاي اي، وده احنا بنسميه الاوتوميشن، يعني ان انت تستبدل البشر بالآلة. طب والنتيجة؟ خدمة عملاء باردة ومشاكل ملهاش حل، والمدير التنفيذي طلع وقتها وقال ان احنا عشان خاطر بس نوفر شوية فلوس اهملنا قصادها الجودة فعلا. على الناحية التانية بقى شركة ايكيا المعروفة لعبتها صح، ولعبت هنا على فكرة الاوجمنتيشن، يعني ان الآلة تشتغل معاك. جابوا وقتها روبوت اسمه بيلي عشان خاطر يرد على كل الأسئلة المملة اللي بتجيلهم، وخدوا وقتها حوالي 8500 واحد من اللي شغالين عندهم في الكاستمر سيرفيس عشان خاطر يدربوهم ويبقوا كمان مستشارين تصميم. فبدل ما يردوا على الناس في التليفون بقوا يطلعوا معاهم في فيديوز ويساعدوهم كمان ان هم يفرشوا البيوت. طب افرض بقى يا عم اسماعيل ان الناس دي كانت حابة شغلانتها، هتعمل معاهم ايه؟ طب اسكت بس يا ابو الزيك. انتوا تعرفوا اصلا ان الموظفين دول دخلوا للشركه مبيعات بتوصل قيمتها لحوالي مليار و250 مليون دولار، وده على فكره اللي بتاكده دراسات جامعه هارفارد وام اي تي، ان الموظف بس مش مجرد بيكون اسرع، ده جودته كمان بتزيد بنسبه 40%، لانه وقتها ركز في الابداع وساب الروتين للاله. ولو لسه خايف فالتاريخ بيطمنك، في السبعينات مكن الاي تي ام وقتها كان هو البعبع لكل موظفين البنوك، وقتها كانوا شايفين ان هم كده هيقعدوا في البيت. اللي حصل وقتها ان التكلفه قلت جدا، وبالتالي قدرت البنوك ان هي تفتح فروع كتيره، والموظف هنا تحول من مجرد عداد فلوس لمستشار مالي. الذكاء الاصطناعي مش هيستبدلك، ولكن الانسان اللي بيعرف يستخدم تولز الاي اي فتاكد ان هو اللي هياخد مكانك. وهنا بقى الكوره في ملعبك، يا ترى هتاخد صف الاوتوميشن ولا الاوجمنتيشن؟